السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بودكاست حياة. المرة دي معانا ضيف مميز جدا. أكتر شعار ليه شد الفيشة، هو مش كهربائي هو بتاع الإنتاجية. معانا ومعاكو كوتش مصطفى جبر، متخصص في الإنتاجية، متخصص في إن أنت تنظم حياتك عشان تبقى مور برودكتيف. فرحبوا بيه معانا. وازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه؟ زي الفل. مضيع لك وقت النهارده؟ لا يا حبيبي، انا شرف ليا. احنا في البرودكتيفيتي عادي. لا زي الفل. طبيعي طيب. يحصل كده على ايه بس. فكرة الانتاجية اصلا؟ فكرة الانتاجية دي هو مفهوم عميق شوية، لان دايما متعارف عند الناس كلها الانتاجية دي يعني تغيير طريقة التفكير. انا اغير طريقة تفكيري وابقى منتج اكتر والكلام ده. ولكن انا من مدرسة اللي تعريف الانتاجية هي القرب من ربنا سبحانه وتعالى ثم تغيير طريقة التفكير. تمام. يعني جمعت اللي هو الجزء الروحاني اللي انت بتقدر اللي يكون فيه بركة في وقتك، ثم بيحصل ليك بقى انطلاقات. انت بتحقق الجزء الروحاني ثم بقى بتلاقي فيه انطلاقات عن طريق انك تغير بقى من طريقة تفكيرك. بغير مايند سيت في الجانب الروحاني والجانب اللي هو ايه يعني الدنيا والاخرة. بالظبط. والقصة بقى الدنيا بقى هو الموضوع عميق شوية. ليه؟ لان انا ما خدتكش وقلت لك يلا انتاجية انت مطلوب منك تنظم وقتك، تصحى كذا وتنام كذا وخلاص انا ببقى مور برودكتيف. لا خالص. كنت بشوف ليك بوستات بتقول انا برافقك فترة لغايه ما تقف بتلاقي خلاص حياتك بقت مظبوطه، او بالزبط. انت بترافقه عشان تشوف فين الويكس بوينت بتاعته. بالظبط. هي القصه دي بقى زي ما انت حضرتك نواتي ليها. انا بفضل الله على مدار 4 سنين ربنا من عليا وعملت منهجيه. المنهجيه دي اسمها بي برودكتيف ميثودولوجي. دي منهجيه تكون منتجا. المنهجيه دي متوثقه من وزاره الثقافه تحت مجال علم النفس. ما شاء الله. اللي انا باخد الشخص في جيرني على مدار 40 او 45 يوم. بقابله 7 مرات، بنقعد مع بعض 16 ساعة. ال 16 ساعة دي بقى متقسمين بشكل اللي هو يغير من طريقة تفكير، يغير من طريقة تفكير وحياته كلها بتتغير. تمام. زي ايه؟ مثلا اللي كله متشابه فيه ان عنده المشكلة في التفكير دي فبتضيع له حياته. معتقدات. لا انا بدي عمرو وحسين ومحمد وجرجس وفوزي ومنى لا انا بتكلم ايه النقطة اللي دايما كلهم مشتركين فيها؟ وعي بإيه؟ بحياته. بمعنى يعني هو عادي تمام بيشتغل وبيدوس بنزين بس مش شايف نجاحاته، ما عندوش الوعي ده. هو انت كده معناها انا بجيلك انا حاسس ان انا مش شايف نجاحي، مش مستمتع بيه، مش واخد بالي منه. بالظبط. فانت بتخليه يبتدي يبقى في اليقظة. بالظبط، في اليقظة دي. واليقظة دي هي مش بتاخد مني كتير، على حسب ما انا في اول يوم كده لما بنتقابل مع بعض 1 to 1 ببتدي اقعد معاه في حدود من 5 ساعات ل6 ساعات. ده عشان خاطر اقول له ايه هي الانتاجية، ايه الديستراكشنز، ازاي تتعامل مع الديستراكشنز، ايه هي المنهجية تكون منتجا، انت بتغير من طريقة تفكيرك ازاي. وبقعده في مقام المتعلم. هو في كل حاجة انا بقولها هو بيقعد في مقام المتعلم ويتيك نوتس، عشان في اخر السيشن بيوصل مرحلة اسمها اي ديسايدد واكشن بلان. يعني هو مقرر اللي دي مشاكل عندي وانا واخد يعني هعمل لنفسي اكشن بلان الفترة الجاية هعمل ايه. تمام. بخلاف بقى طبعا انا بقعد معاه واسمع منه ايه هي المشاكل اللي بتقابله. وزي ما انت قلت كده او زي ما احنا عملنا اسقاط عليها اللي هي حته الوعي. تمام. كلنا بيبقى عندنا وعي بس ازاي يبقى عندي وعي؟ اللي هو انا عارف اجاوب اجابه وات بس مش عارف اجاوب اجابه هاو. يعني ماشي ازاي. هي كلمه ازاي دي بقى بفضل الله ربنا بيمن عليا اللي انا بزرعها جوه البني ادم. بخليه هو بنفسه اللي يكتشف مشاكله فين، هو بنفسه اللي يكتشف حياته ازاي يحسنها عن طريق في كونسبت ياباني كده انا دايما بشتغل بيه اسمه شوهاري. الشوهاري ده كونسبت كده بيستخدموه في الفنون القتاليه. انا بستخدمه اللي انا في الاول كده بقول له يلا بينا احنا في مرحله الانترودكشن اللي انا بعلمه 6 حاجات. اللي هي ليه ايه 6 حاجات دي؟ لان منهجيه تكون منتجا هي جايه من البوزيتيف سايكولوجي وجايه من الايموشن انتليجنس وجايه من التايم مانجمنت وجايه من التايم تكنيك
وجاي من بروجكت مانجمنت سوفت وير، وجاي من بروجكت مانجمنت. هم الست حاجات دول انا بشتغل عليهم في الست حاجات دول بشتغل عليهم على مدار بقى من 4-5 ساعات في الاول. فكده انت كده في مرحله الانترودكشن، لسه في مرحله البدايه. وفهمت انا عامل اللي هو إيه؟ زي انا فتحت الجي بي اس، شفت انا واقف فين بالظبط، ناقص بس اللي هو هاخد الخطوه اللي اروح لايه. عاش تمام كده. طب تمام عاش، ايه المطلوب منك تاني؟ تعالى بقى اقول لك هنبتدي نعمل خطه لبكره. ببتدي معاه من اول الديلي تاسكس. تعالى بقى نبتدي بقى بشكل ديلي، محتاجين ننظم يومنا ازاي. بعرف هو بيصحى امتى، بينام امتى، وبنظبط العادات ازاي، وبفهمه كمان مفهوم طيب. العادات. لو انا فرضنا انا جيت لك بقول لك انا كائن البيك بتاعي بالليل، فانا احب اسهر بالليل واصحى متاخر وابتدي شغلي متاخر. انت هتغير لي دي تقول لي لا انت غلط اساسا النوم بالليل، ولا هنبتدي نشوف اصلا انا بسهر بالليل ليه، المايند سيت بتاعي بالزبط. ايه؟ هبتدي اشوف تركيبه المايند سيت بتاعتك عن طريق المراقبه، لان انا من ضمن الحاجات الانتاجيه اللي انا بزرعها في الشخص بخليه يراقب حياته. تمام. فالمراقبه دي بيبتدي ال الوعي بقى بينور مع ايه ده صحيح. انا اللهم بارك انا اتحولت من شخص بصحى وانام كل ساعتين لشخص بحدد لنفسي انا هنام امتى واصحى امتى. ده وعي. ده عن طريق ان انا بظبط المايند سيت بس، ولا مايند سيت وسلوك؟ مايند سيت وسلوك وهابتس، 3. تمام. بدخلها في هابت عن طريق ان انا بكررها. بالظبط. ليه بقى؟ لان انا عندي في العادات متكونه من 4 حاجات. SRFR. اس اللي هي ستارت، ار اللي هي ريبيت، اف اللي هي اسمها فولو اب، اخر حاجه ار ريورد يور سيلف، هو بيكافئ نفسه. اللي هو انا فرضنا تعالى نطبق عملي عليا. يلا بينا. انا راجل كده طول عمري من حتى ايام ثانوي انا بحب اذاكر بالليل. حلو. فكنت ابتدي مذاكره ثانويه عامه، ممكن ابتدي 10 بالليل، مش 7 و8 كمان، 10 بالليل، وافضل لغايه 6 الصبح. ده البيك بتاعي طول عمري. ايه امتع وقت تتفرج فيه على فيلم؟ بالليل. امتع وقت تقرا فيه؟ بالليل. بنيت العاده دي. ما خلاص انا كده. وشغلي حتى انا ما بعملش حاجه الصبح بدري 8 الصبح و7 الصبح، لا. حتى لما اخترت الشغل اللي اشتغله ما اصحروش 6 7 الصبح، وكان بيبقى ضغط عليا جدا ان انا اوصل للولاد المدرسه. فانا عارف خلاص دي قدراتي انا، ان انا مايند سيت، مش مايند سيت بقى، ده قدراتي الشخصيه ان انا بالليل البيك بتاعي. فانت دلوقتي جاي بتقول لي مثلا عمرو انت بتخسر شغل بتاع بدري، المفروض تنام بدري، ولا بتقول لي لا انت ماشي صح، تعالى نستثمر قدراتك دي في ان انت تنظم الاوقات اللي انت صاحي فيها؟ بص، هو بيبقى راجعه للشخص نفسه هو عايز ايه. تمام. يعني انت لو حابب الزوم دي تمام زي الفل. طب هكمل معاك. خلاص كمل. انا دلوقتي انا حابب بالليل. حلو. بس لقيت ابويا بيشتكي مني ان على طول انت بتصحى متاخر، ما بشوفكش، مراتك بتشتكي منك، عيالك بتشتكي منك، بس انا برتاح بالليل. ده مش حل. انا بعرف انتج بالليل، ما بعرفش انتج الصبح. في حاجه بقى هجاوب. انا ما بعرفش، فسبت عندي اللي انا ما اعرفش، فراحت لناحيه حاجه اسمها نيجاتيف سيلف توك. تمام. فانا صدقت ده. تمام. هيفضل طول عمري كده. تمام. ولكن مرحله اللي تكرار المشاكل كده هبتدي مرحله التغيير. انا عايز اعمل وقفه مع نفسي. ليه؟ زوجتي بتشتكي، ابويا بيشتكي، اولادي نفسي اشوفهم مش عارف اشوفهم. اللي انا يعني ده من ضمن الحاجات زي ما تقول معتقدات، اللي هو ايه، انا شخص ليلي، شخص نهاري، ما فيش الكلام ده اصلا. هو في شخص هو هيظبط الوقت بتاعه وهيعمل وهيمشي مع نفسه كجيرني كده، كنوع من المراقبه، ويشوف مش احسن حاجه، لان احسن حاجه دي مثاليه، اشوف ايه المناسب بالنسبه له، هيشتغل على تحسينه. انا كائن شتوي مش كائن صيفي، ليه ده موجود بس كائن نهاري وكائن ليلي مش موجود؟ ما هو سواء كائن شتوي او كائن صيفي، هو احنا كلنا عندنا المعتقد ده. يعني انا مش عايز اللي انا اضرب في كلمه اللي هو ايه، مفيش حاجه اسمها كائن شتوي ولا كائن صيفي، مفيش حاجه اسمها كائن نهاري ولا كائن ليلي. هو ده معتقد انا صدقته وعشت بيه.
مع العلم فانا اللي هو الصيف كل ما هيجي انا خلاص هحضر نفسي جهزت ذهنيا ان انا ذهنيا تعبان. ده خلاص انا تعبان فهفضل انا تعبان. لكن المواضيع مش كده خالص. المواضيع على حسب ما انا بقعد نفسي. انا ممكن مش قائم ليل يعني شخص ليلي ولا شخص نهاري. هو اي شخص ممكن ينتج اكتر الصبح، واي شخص ممكن أيوة ينتج طبعاً. اكتر بالليل، بس حطه في ده زي. طيب نسأل سؤال تاني. اتفضل. انا بحب ان انا بتحرك، ما بحبش العمل الروتيني مثلا، ده مايند سيت برضه. بالظبط. فاللي هو اللي عاوزين نوصله للناس ان هو لو المايند سيت بتاعك مريحك ومش عامل لك اضرار هنسيبه. حلو. المايند سيت بتاعك بدأ يعمل لك مشاكل فانت لازم تغيره عشان تعرف تكون في الحياة صح. بالظبط. ولكن حته هنسيبه، افرض حد عاجبه حاله. يعني ايه عاجبه حاله؟ يعني زي ما انت قلت هو شخص ليلي بيحب ينام بالليل وبيلاقي فيه صعوبات ومراته الصبح. بالليل، لا ومراته كمان بتسهر معاه بالليل وعياله بيتعلموا هو القدوة. هو القدوة. انا قصدي البيت كله متنظم عادي وشايف حياته. فانا بروح الجيم بالليل بعد ما يناموا. حلو. بصحى مثلا يكون رجعوا من المدرسه فبقعد معاهم قبل ما انزل شغلي، اللي هو انا مدي لكل واحد حقه وانا مرتاح في جو بالليل بتاعي. لو الشخص شايف نفسه كده وهو منتج كده خلاص هيكمل. لو تمام. هي الحياة كده مريحة. ولكن هي قصة اللي هو بيفقد اللي هو الشخص النهاري اللي هو الحتة بتاعتي مش فاكر. البركه في البكور. البركة في البكور. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كده. بس القصة بقى مش حتة البكور على قد ما كان مش فاكر حديث ولا في ايه. توزيع الارزاق ان هي بعد صلاه الفجر مثلا. بالظبط. بس انا بفقد ده وقصة لما انا بفقده لا انا بخسر حاجات كتير. لان الموضوع اللي هو السهر ده مش احسن حاجة. مش احسن حاجة تماما ولا في النوم ولا في اي حاجة. حتى لو الشخص شاف الموضوع ده هيلاقي لما بيصحى من النوم لما بيسهر لغاية 6 مثلا وبينام ويصحى 12 هو صحي جسمه مكسر. عشان ده مش الوقت اللي الجسم بيعمل فيه العمليات الكيميائية اللي في بالظبط. الجسم اللي بتخليه يسترد صحته. بالظبط. ولكن لا طب افرض انا عاجبي حالي خلاص انت عاجبك حالك هنستمر على ده ونشتغل على بس ده. انا اللي انا اعرفه علميا ان الناس اللي بتفضل سهران 6 الصبح زي ما انت بتقول ممكن ملامحهم تعجز قبل الناس اللي بيهتم بالروتين، اللي يبقى في نهاره موجود وبالليل مش لازم تنام الساعة 10 بالليل، بس ممكن تنام 12. تعرف تصحى تصلي الفجر وتعرف تكمل يومك وتعرف تنتج في حاجات وتتكلم في حاجات وتتعرض للشمس وتتعرض للهواء وجسمك وانت نايم في الوقت ده اللي هو بيعمل ريكفري. فلما اصحى الصبح في الميعاد فتمام. ايوه تمام. لكن هو بيفقد الحاجات دي. ما هو يفقدها. ممكن مش شايفها، بس اللي هو مش شايفها دلوقتي هو ده اللي عاوزين نقوله. وعي. لا انا قصدي انا مش مضرور فانا زي الفل. لا انت حتى لو مش مضرور دلوقتي على المدى الطويل ممكن تتضرر. هنعمل وقفه هنا. انا مضرور انا مش مضرور وانا زي الفل. ده فيكسد مايند سيت. عاجبه حاله. مش بيحب يتواكب مع التغيير. شايف نفسه هو معود نفسه من كده بقاله 20 سنه على كده. لكن انا تبارك الله انا حققت نجاحات اللي في اشخاص حاولوا 20 سنه وبيجوا لي في 45 يوم اتغيروا. ليه؟ انا بشتغل على مشكلته على حياته. بنقعد نعمل اسقاطات بنشوف يوم ماشي ازاي. بعد ما نشوف يوم ماشي ازاي بنبتدي بقى مرحله الفولو اب. نرجع بقى تاني لحته الايه الشهري. تمام. الشو انا ببتدي بدي لك الانترودكشن وبعدين بنعمل بلان لبكره. فببتدي اسيبه لمدار اسبوع. ولكن الجديد اللي انا عملته دلوقتي اللي انا بقعد اعمل معاه متابعه على مدار 3 ايام. بعد لما انا مشيت على التراك احنا زي الفل. ليه بقى 3 ايام؟ عايز اثبت الهابتس. ايه الهابتس؟ ان بنغير من حياه بعض وهو بيغير من حياته. فبقعد اتابعه على مدار 3 ايام. ايه الاخبار؟ ايه اللي حققته؟ ايه الاتشيفمنتس؟ ابعت لي تو دريست بتاعت بكره. ايه الاخبار؟ ايه اللي انت عملته؟ وهكذا 3 ايام. وبعدين بعمل معاه فول اب بعد اسبوع. تعالى بقى نشوف الاتشيفمنتس اللي انت حققتها. اللي هو بنمشي الاول يوم بعد كده 3 ايام بعد كده اسبوع بعد كده لغايه ما هو بقى اتحول الموضوع زي ما انت قلت لهابت. بالظبط. والقصه بقى بتروح لناحيه ايه؟ خلاص ده الشو اللي هو بقى اللي هو مرحله الاندرستاندينج. خلاص انا اديت له التولز والتكنيكس اللي هيشتغل عليها. بيبتدي هو يشتغل لوحده وبينظم حياته. ببتدي لما بعمل فول اب تبارك الله هو حلو. في حته على التكنيك اللي انت قلتها. انت قلت في تايم مانجمنت وفي تايم تكنيكس. بالظبط. ايه الفرق؟ تايم مانجمنت انا بدير وقتي اداره. تمام. لكن تايم تكنيك ده
انك بتمسك زمام الامور عن طريق التايمر. لا، فاشرح لي اكتر. بمعنى انا تبارك الله من ضمن الحاجات اللي انا عملتها في المناجات بي برودكتيف تكنيك حاجه اسمها بي لا، من ضمن اللي انا عملته في بي برودكتيف ميثودولوجي عامل تقنيه اسمها تقنيه كون منتجا. ده اسمه التايمر. ده اللي هو تايم تكنيك. التايم تكنيك ده عباره عن ايه؟ عباره عن اللي انا عامل جوه التايم تكنيك كده مدرستين. في حاجه اسمها سكول 1 وسكول 2. سكول 1 التايمر بيبتدي من اول 20 دقيقه لغايه 40 دقيقه. تمام. تايمر لايه مثلا؟ ايا كان ايه. يعني احنا هنعمل بودكاست دلوقتي انا وانت، فاحنا مظبطين احنا عاوزين قد ايه 20 دقيقه، لا احنا بالظبط. عاوزين 40 دقيقه بيبتدي نفتح مجرد ما التايمر. نفصل. بالظبط، نفصل ناخد الطريقة. بريك وبعدين نرجع نكمل تاني. ده لو 20 هاخد بريك، ولو 40 برضه هاخد بريك. هاخد بريك. تمام. وفي حاجه اسمها شورت بريك ولونج بريك. تمام. الشورت بريك ده 5 دقايق واللونج بريك 10 دقايق. واللونج بريك اللي هو في رابع وقت انا بظبطه لنفسي باخد اللونج بريك. يعني انا هقوم دلوقتي هذاكر، فانا هقعد 40 دقيقه بالظبط. واخد بريك 5 دقايق بالظبط. وارجع تاني 40 دقيقه. بالظبط. مع بس العلم 5 دقايق قليل. ما انا هقول لك بقى، ما انا بقول لك في مدرستين. خلينا بس نركز في المدرسه دي. طب خلاص عاش، انت وصلت بقى اللي انت خدت 40 دقيقه وخدت 5 دقايق. تمام. بتكرر ال 40 دقيقه دي 4 مرات مع 3 بريك. في رابع مره بقى في ال 40 بتاخد اللونج بريك. اللونج بريك 10 دقايق بالظبط. تمام. بس 5 دقايق قليل. انا معاك اهو. ده سكول 1. تمام. انا ليه عامل مدرستين؟ عشان خاطر اللي مش يناسبه ده يروح للتاني. حلو قوي. طب ده كده المدرسه الاولانيه خلصنا منها. ايه المدرسه الثانيه بقى؟ المدرسه الثانيه من اول 45 دقيقه لغايه 60 دقيقه. تمام. الشورت بريك 10 دقائق واللونج بريك 15 دقيقه. دول الناس اللي بيحبوا فترات الطويله. طب سؤال، قول لي. انا فراك ما ماشي. بحبش اقعد. ماشي. فانت عايزني انا هطبق ده على ابني، اقعد 40 دقيقه ليك بريك 5 دقايق. لا، ايه اللي افرض هو مش هيمشي معاه. هديله ال 45 وهاخد ربع ساعه. مش انت اللي تديله، هو اللي يحس. طيب ما في يعني ايه هو اللي يحس؟ انت لو قلت نرجع للعيال للوحي. بريك قد ايه هياخدوه؟ لا، ما هو خد بالك، ما انا عاملها بقى بحته وعي بقى. ايه هي بقى؟ طب فين الوعي كده؟ الوعي كده، افرض انت كبابا قلت لابنك اقعد لمده 40 دقيقه، هو مش بيمشي معاه 40 دقيقه، فراك زي ما انت قلت. يبقى يمشي معاه 20 دقيقه. حلو. 20 دقيقه وياخد 5 دقايق، و5 دقايق محسوبه. مش هي... انا دلوقتي انا ابني هقول له تلت ساعه زي بتاعتك، وهقول له 5 دقايق بريك، هو يقول لي ما لحقتش. بيحصل في كل ده اساسي. اساسي. انا بتكلم عن لسان الناس. فانا ال5 دقايق اصلا هو المفروض يعمل ايه في البريك؟ يعمل اللي هو عايزه. انا لو قمت ولفيت حوالين الترابيزه هقعد 5 دقايق خلصت. مش كده. ايوه قول لي. هيفتح التايمر، عوده هو اللي يفتح التايمر. مش في الستارت بس اللي انا اقعد تلت ساعه، التايمر حتى كمان في البريك. هقول لك انا اب. ماشي. وابنك اللي هو ايه ليك الموبايل نص ساعه، المفروض نص ساعه يسلمولي. حلو. طب 5 دقايق كمان، طب 7 دقايق كمان. حلو. فانت قصدك هنا بقى في الوعي ان ده السيستم وده النظام. وبعد ما تخلص اللي هي التلت دي مثلا عملناها على مدار ساعتين 3، بالظبط. هنبتدي اول يوم بساعه، على بعد كام يوم يبقوا ساعتين، بعد كام يوم يبقوا 3، خلاص ده وقتك وبقيت اليوم براحتك. فانت انتجت وخلصت. بالظبط. وانجوي. بالظبط. كان في حته قلتها اللي هي اليابانيه دي كانت ايه؟ كان في حاجه اسمها، بس قبل ما اروح للحته اليابانيه انا بس مركز بس في الكلام اللي انت قلته لي. طب انا بطلب منه ساعه وبعدين ساعتين وبعدين 3 وبعدين انجوي. طب افرض هو ما عندوش الوعي ده، فبيبتدي يحصل لي مشكله انا عندي لان ما وجهتوش صح. لا. انا هو خلص مذاكرته، مطلوب يعمل ايه بقيه اليوم؟ يستحسن يبعد على السكرين تايم اصلا. تمام. يعمل اي اكتيفيتيز مختلفه تانية زي يعني مثلا انا اعرف بعض ناس بيسحلوا عيالهم في الرياضه. تمام. بيخليهم اقول لهم صحيه اكتر. انا اعرف ناس شخصيا بيعملوا كده فعلا. أيوة. خلاص اوكي. والعيال برضو في البريك ماسكين السكرين تايم. وعشان هنرجع بقى للتعود. انا عودت ابني على ده او عودته على ده. القصه مش في السكرين تايم. ممكن اكون ما عودتوش. لا استحاله. هقول لك دلوقتي هو معاه موبايل
وبس حلو في الرياضه اهو، بس هو شايف اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه. ازرع له الوعي، مش دعوه باللي جنبه واللي جنبه، ازرع له الوعي، اقول له ده هيسبب وهيخسر ايه وده هينفع بايه. من سن كام؟ هي القصه انا ما اقدرش اقول لك سن كام لان انا ما تبحرتش في الموضوع ده اصلا، مهم. ولكن القصه مش قصه سن على قد ما نزرع الوعي. يعني ايه الوعي؟ مهم. هو واعي اللي هو بيضيع وقته، هو واعي اللي هو فهمت. اللي هو بيذاكر، هو واعي اللي هو انتج 5 ساعات، مهم. هو واعي اللي هو عنده تو دو ليست بيشتغل عليها وبيعمل تشيك بوكس عشان الدوبامين يعلى عنده. مهم. ده وعي. فهمتك. لكن ما سيبوش كده وانا اقول انا خلاص عملت اللي عليا يوم واحد والدنيا تمام، لا. اللي هي انت قلت انت نفسك ومتخصص وفي المجال، وعشان اساعد حد بقعد 45 يوم معاه. ايوه طبعا. يبقى انا عشان اوصل ابني لده انا محتاج 45 يوم مستمر، بالظبط. من غير سويت، من غير زعيق، ومركز وتقبل معاه. مستحمله. ليه؟ السلعه ده مش بتتكون بسرعه. مهم. مع العلم في حاجه في العادات، في اشخاص بيبنوا العاده من يوم ومن يومين ومن اسبوع ومن اسبوعين ومن 3 اسابيع ومن شهر واخر حاجه وصلت لها 90 يوم. 90 كمان. 90 يوم ده في الكتب. ما هو انت مهم. لما بتتبحر في القراءه مهم. في الكتب بتلاقي الموضوع يوصل لغايه 90. بس القصه مش انا اقعد اعمل محاولات كتيره في لغايه 90 يوم لغايه لما ابني يتغير، لا، نفس طويل. ان انا اصلا ما ركزت اللي هو مش اخر 3 شهور انا. لا، طيب. نفس طويل ومراقبه. طب وخليه سؤال هو حلو يراقب عشان نفسه. ابني ده، سؤال مهم. اتفضل. اغير مع ابني كم عاده في نفس الوقت اللي هو امشي؟ يفضل عاده واحده. طب ما انا لو مسكت انا هكلمك اتفضل. كلهال. يا راسي، ما انا لو مسكت عاده واحده انا هيطلع عيني عقبال ما اوصل. المشكله ما يطلع عينك. اللي هو انا عاوز اغير فيه عنده 6 بلاوي. لا، ما هو 6 بلاوي ابتدي ازرع عنده الوعي بالراحه. يعني ايه الوعي؟ يعني ابتدي افهمه. بص يا حبيبي، هو انت المشكله دي جت بسبب كذا كذا كذا، وهو يبقى قاعد مستمع، مش قاعد دماغه في حاجه تانية، مش قاعد جنبه الموبايل وانا واخده في وقت هو في بريك وانا كده هيخليه يركز معايا. لا، هو قعدة صحاب مع ابني وابتدي اوعيه، اقول له كذا وكذا وده كذا، بص شوف وقول لي، وبكره انت قول لي ايه اللي حصل. فابتدي ازرع له حته المراقبه دي، اللي هو يبتدي يشتغل على نفسه ويراقب نفسه. لما يجي بكره يتكلم معايا ويجي يشرح لي، لا يا بابا ده تصدق ده حصل كذا كذا، وانا بقى ابتدي بقى اطلع في حته بقى فاكر حته الهابتس اللي في الاخر الريورد، انا كافئه. مع العلم اللي الكبير يكافئ نفسه، الصغير انا اللي كافئه. انا كافئه طبعا. او حتى لو هو معاه فلوس اعوضه فن المكافأة، هو يكافئ نفسه. بس القصة بقى مش جاية في اليوم، هو ده لسه صغير واخد بالي اللي انا معودوش اللي انا اكافئه باستمرار. لا، لما نيجي نرجع بقى تاني لحتة بقى ايه الهابتس اللي هي ايه SRFR. الاس اللي هي ستارت، الاف الريبيت، الار اللي هي ريبيت. يعني ريبيت يعني انا اكرر الموضوع بشكل يومي. الاف اللي اسمها فول اب، في متابعة مني ومنه، في متابعة يوم وفي متابعة المفروض بعد اسبوع. يستحسن المتابعة بعد اسبوع، ولكن لو هو لسه عنده مشاكل اتابعه بشكل يومي بس مش عارفه عشان ما ينفرش مني. فهمت. بعدين في الاخر بقى ريورد ماي سيلف. افرض انا ما عنديش الوعي اللي انا اكافئ نفسي، اكافئه انا. طيب. اخده ونخرج مع بعض نشرب عصير، اقرب منه، فابتدي الولد يبتدي ينور معاه حته ايه، اللهم بارك، ده انا اتغيرت، ده في حاجه حلوه، ويبتدي يرجع ثقته بنفسه. زي اللي هو الولد اللي هو كان مكسل يلعب رياضه، فلما لعب ولقى جسمه بيتظبط بقى مبسوط. ايوه بقى مبسوط. تعالى بقى نستمر بقى على ده. طب بالراحه بقى. طب ده اسمها ايه؟ الهابتس. تعالى نوصل لحته اسمها الكونسيستنسي. استمر ازاي؟ الشغف؟ لا، بخلاف الشغف. لا، هنعمل اسقاط على الهابتس. انا الهابتس. شايف ان الشغف اساسا مش هو المحرك بالظبط، ولكن هنعمل اسقاط على الهابتس. انا بشيل حاجه واحده منهم. ايه هي؟ احنا قلنا SRFR، بشيل ستارت. تمام. الكونسيستنسي بقى بتيجي من ايه؟ RFR. ار اللي هي ريبيت، اف اللي اسمها فول اب، اخر حاجه ريورد يور سيلف. ليه؟ ما انا مش هرجع ابتدي من تاني. انا ابتديت اصلا.
انا دخلت في مود تغيير العادات. أيوة. فخلصت ده ادخل في اللي بعده، مش ستارت بقى، لا انت بالظبط. كده لا، كده. انا مش كل شويه هبتدي زي ده تحت مسمى ايه. للاسف في بعض عند الاهالي او بعض عند الناس يقول لك ايه الحد السعيد، السبت السعيد للتغيير، بيجي يغير السبت ويرجع تاني يوم ريما لعادتها القديمه. ليه؟ عشان ما طبقش حته الريبيت. هو مطلوب منك ريبيت عشان تثبت العاده. بالظبط. حتى لما تروح تعمل دايت، انا في واحد كان بيقول اللي هو ايه، اعمل تكميم حبيبي. حتى لو عملت تكميم من غير ما تخلق عادة الاكل شويه هتدخل. ايوه طبعا، ايوه طبعا، لازم الاتنين مع بعض. بالظبط. ولازم حد يكون عنده عيب ده، لان هي مش سبوبه. انا مش هقول لك اغلبيه الناس بيعملوا القصه دي سبوبه ولا لا، بس هي قصه راجعه وعيني بده. تعالى خدني قول لي مثلا هعمل لو على المثال التكميم، وقول لي هتتابعني ازاي، اديني بروجرام كامل وفهمني، مش على عماية هدفع وخلاص واعمل من غير وعي، ما انا ببوظ. بالظبط بالظبط. واصله لك؟ حلو. خلصنا احنا كده الاطفال. احنا تمام. كده خلصنا الاطفال. في انا في كتاب جديد وليك نسخه منه ان شاء الله، بس شرف ننزل لي. معرض الكتاب. احفظها. متكلم فيه عن اداره الضغوط. حلو. جزء من اداره الضغوط اتكلمت بس عن تعريف حاجه اسمها الاحتراق الوظيفي. ماشي. وعارف ان جزء من العمل بتاعك ان انت بتتعامل مع الناس اللي وصلوا للاحتراق الوظيفي. بالظبط. ما هو الاحتراق الوظيفي؟ الاحتراق الوظيفي مش معلش لو انا اقول شغف، بس ممكن آه. نغيرها. لو تقول لي معنى تاني ممكن اقرب شويه. ممكن نغير كلمه شغف، اللي انا ايه، بصحى من النوم الصبح مش قادر اروح شغل. اللي هو انا فقدت مش الشغف، فقدت الرغبه في الشغل. زي اللي هو مريض الاكتئاب السريري، اللي هو انا فقدت الرغبه في الحياه. هنا بالظبط. أنا فقدت الرغبه في الشغل، في العمل بالظبط. حتى لو انا ناجح فيه. يعني الاحتراق الوظيفي ممكن يبقى مصور عند الناس اللي هو حاسس انه مفحوط في شغله فمش متقدر فجاله احتراق وظيفي. بالظبط. ده واحد. بس ممكن واحد يكون قاعد ينجح ويجي له احتراق وظيفي. ليه بقى؟ عشان الوعي اللي انت قلته من اول. حته بقى اضيفها جنب الوعي. ما بيشدش الفيشه اللي انا قلت لك عليها. انت هي كل بقى يوم الجمعه عندك شد فيش؟ ليه؟ انا بشوف البوست كل ليه اسبوع. بخلاف بقى كل جمعه. عشان يعني شد فيشه، يعني انا بفصل عن الحياه. ازاي؟ انا دلوقتي جاي لك بقول لك مصطفى، انا بشوفك كتير بتنزل بوست عن شد الفيشه. حصل. بس انا مش بعرف اشد الفيشه اعمل ايه؟ قول لي 5 ستيبس مثلا لازم اخد بالي منهم وانا شاد الفيشه. لو 5 طرق شد لا مش 5 حاجات اخد بالي منها. يعني الموبايل يوميها عاوز اقعد افر الريلز واتفرج؟ لا خالص، ممنوع. الموبايل لا. طب صحابي ونرغي؟ انجوي. طب ايه الفرق؟ ما الريل ما انا بانجوي بتفرج على حاجات بالعكس. بتضحك. لا، ما هو مش قصه حاجات بتضحك يا فندم. بص يا دكتور، القصه مش في حاجات بتضحك. يعني ايه شد فيشه يا دكتور؟ شد الفيشه ده يعني انا استمتع بيومي من غير موبايل، اشوف ايه الاجواء اللي حواليا اللي محتاجيني. يعني زي اهلي انا انا متجوز. متجوز. ما شدتش الفيشه. لا، شدت الفيشه. مين قال؟ ما انا قاعد في وسط العيال ودوشه العيال وقاعدين يحكوا. ده ما اجباري مطلوب مني، ما انا مقصر معاهم طول الاسبوع. فهمت. انا بعوض الجزء الاسري في ناس متصوره كلمه شد الفيشه معناها ايه؟ يا عم افصل نفسك عنهم، انزل اقعد مع. لا طبعا. لا، افرض الجزء الاسري خربان. بالزبط. انا كده بحب نفسي. طيب احب نفسي واقصر مع اسرتي؟ لا، ده مش حب، ده انانيه. انت فعلا انانيه. بالظبط. لا، انا عندي اللي انا شد الفيشه بالنسبه لي احتياج اللي حواليا، اقوم باحتياج نفسي واساعد اللي حواليا اللي هم اهلي. اللي هو انا بقول بشبهها برجل ترابيزه ب8 رجول. بالظبط. عندك النجاح بتاعك بتاع العمل نجاح مهني، وعندك نجاح مالي. اوكي، فين الاسري في حياتك؟ فين الاصدقاء في حياتك؟ بالظبط. فين الترفيه في حياتك؟ فين الروحانيات في حياتك؟ بالزبط. فين التطوير بتاعك انت ناحيه نفسك؟ حلو. واظن الاخير كانت اللي هو الترفيهي. فين انت بتتبسط بايه؟ ايه الهوايات اللي بتعملها لنفسك؟ فانا ان لنفسك عليك حق ولبدنك عليك حق ولو واعطي كل ذي حق حقه. فانت صح، شد الفيشه من الحاجات اللي انت شاغل بنفسك بيها طول الاسبوع. ولادك عليهم ليك حق، مراتك عليها ليك، ابوك وامك، صحابك، نفسك. يعني انا اعرف ناس تبارك الله انا بعودهم اللي هم يشدوا فيشه يوم في الاسبوع. لما الوعي بينور بقى بيبقى عايزين يزودوا
مش شد فيشة كلي، شد فيشة جزئي. بمعنى يدي حق لاولاده يوم تاني كمان، مش يوم الجمعه بس. اللي هو مثلا انا بشتغل انا اجازتي جمعه وسبت، يوم الاحد بخلص الساعه 8 بالليل، وكنت بنزل اقعد مع صحابي للساعه 10 بالليل على القهوه. تعالوا نتغدى انا بره، هقعد تعالوا نتغدى بره، اروح العب مع عيالي، اقعد مع مراتي ليها حق على كل ساعه في اليوم، واتحلق. واكيد لقى مكسب من ده، اللي هو اليومين اللي خدهم، لان العيال بقوا نفسيتهم احسن معاه. ايوه طبعا، مراته مبسوطه بيه، فزود فاتح قلبه ليهم، مش شغال بس بيجيب فلوس. ايوه هي حبيبي ايه الفايده اللي انا شغال بس بجيب فلوس ومقصر مع عيالي ومقصر مع مراتي ومقصر مع اقرب الناس ليا؟ ايه الفرق؟ عندك حق. لا طبعا، يعني ده الوعي بقى، اللي هي حته ايه اللي بيجي وعي بقى للناس اللي بيبقوا معايا في الحياه الانتاجيه. ايه ده؟ طب ما انا تبارك الله باخد يوم في الاسبوع، بس افرض اليوم في الاسبوع ده مش كفايه، بيبقى فيه مش كفايه. ليه؟ افرض في اكتيفيتيز معينه مع العائله، ما قربتش من عيالي لسه. يعني ايه؟ افرض انا مسافر مثلا، والسفر ده عندي قرايبي، فكلنا الاسر بنخرج مع بعض، بس انا ما اكتفيتش ان انا اقعد مع مراتي وعيالي، ازود يوم. فهمت. ازود يوم، ولما ازود يوم كمان ده بيضرب عندي انا. يعني بيضرب عندي انا لما بقرب من اولادي وبقرب من زوجتي، انا بسعد وببقى فرحان قوي، اسمع مشاكلهم واشتغل على حلها، بس مش هكبر. فهمت. فهمت. اتفضل. كان في مصطلح تاني برضو انت كنت اتكلمنا عليه، المشتتات. انت كنت بتقول نبعد عن ديستراكشن خالص. بالظبط. ايه الحاجات اللي ممكن نقولها انها ديستراكشن؟ زي مثلا من ضمن المشتتات اللي هي بيفور وافتر. ايه بيفور وافتر؟ اللي انا مع الموبايل بصحى على الموبايل، ده مشتت. في ناس بتقول اخر نص ساعه قبل ما تنام ما تمسكش الموبايل خالص. باشا انا بعود الناس اللي قبل النوم بساعه ما يفتحش السوشيال ميديا، يجهز نفسه للنوم اصلا. طب يتفرج على التلفزيون ماشي، برضك بيشغل عقله، يجهز نفسه للنوم، حتى لو يقعد على السرير يجهز نفسه للنوم. طب يقعد يتكلم مع مراته مثلا. طب ايه الفرق بين التلفزيون وانه يتكلم مع مراته؟ بيعمل انشطه مختلفه، يعني ان مش هو اكت ورياكت بدل ما هو برياكت بس. بالظبط. انا كنت عملت فيديو عن الكرونيك فاتيك سندروم، وشرحت للناس الاعراض بتاعته، بس ما قلتش لسه ليهم الاسباب. فالاسباب منها السيديشن، التتنيح، كتر القعده على الشاشه بدون رد فعل منها، كتر القعده على الجيم بدون رد. انت قاعد تستقبل، ما بتعملش حركه. السيديشن اللي هو التتنيح، انا متنح قدام الشاشه فترات طويله، سواء موبايل، جيمينج، تلفزيون. بعد شويه بيحصل خلل هنا في المخ، في حته اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. ده بيخليني الطاقه بتدخل الجسم بس ما بتتوزعش. فانا ممكن اصحى من النوم ساعه ساعتين، فوق ساعه ساعتين انهارت تاني وعاوز انام. ممكن انام 18 ساعه في اليوم عاوز اكمل. بيحصل. علاج المشكله دي اصلا اللي هو علاج الاثار السابقه بقى بفيتامينز وتغذيه صحيه ورياضه والوعي. بالظبط. وكمان حته يعني ايه بيفور وافتر؟ يعني انا ما امسكش الموبايل قبل النوم بساعه وبعد النوم بساعه. يعني بعد لما اصحى، لا يعني قبل ما انام بساعه، واول لما اصحى من النوم ما امسكوش الا بعد ساعه. الساعه دي مطلوب مني اعمل ايه؟ ادخل شاور، افطر، لو قدرت اعمل ورك اوت خفيف في البيت مثلا. ما انا بصحى في ايميلات مهمه عاوز ارد عليها. مش صح. تمام. اصلا اصحى شخص انسان طبيعي على الرايق خالص، الساعه دي بتاعتي. في حاجه اسمها مورنينج روتين. المورنينج اللي من ضمن المورنينج روتين اللي من المدرسه اللي عندي، اللي انا اصحى لو قدرت اصحى من الفجر واصلي الفجر حلو قوي. ما قدرتش احاول اظبط العاده دي، اصلي الصبح، اقرا اذكار الصباح، اصلي صلاه الضحى، ده المورنينج روتين. افطر فطار صحي، ده المورنينج روتين.
واصله لك. ولو قدرت اتمشى اوكي، او اعمل شويه اكتيفيتي جوه البيت، ده حلو جدا. اللي هو افرض حرك جسمك بس. حرك جسمي. هقول لك على حاجه، فاكر انت زمان كان في التلفزيون في القناه الاولى كان بيقول البرامج لك اللي هي بتاعت الصبح، لا استني مد ايوه والكلام ده. هو لو الناس عندها وعي ده هو ده مهم جدا. مم. طب افرض ما سمحش ليك، اتمشى. ان شاء الله اركن عربيتك بعيد عن الشغل 5 دقايق وتمشى. اتمشى، ده هيفرق معاك جدا جدا مم. كمان، وهيفرق معاك في صحتك كمان، لان ده من ضمن الحاجات الايجابيه اللي بتعلي الايجابيه عندك، وبتعلي السعاده كمان عندك. مم. لان في حاجه اسمها ديلي بوزيتيف هابتس، مم. اللي من ضمن ديلي بوزيتيف هابتس اللي هو المورنينج روتين ده. طيب ومش مورنينج روتين بس، واللي هي اكسرسايز براكتس، اللي انا اتمشى او اعمل اي تمارين رياضيه. احنا كده ناقصنا اخر سؤالين في الحلقه. السؤال الاولاني، الانتاجيه، هل هي بيزنس بس ولا ممكن بيزنس والحياه؟ هي ليه بيزنس؟ يعني انا تعبان في شغلي وعاوز ابقى اكثر انتاجيه عشان بيعود عليا الدخل اكتر، او عاوز اترقى في شغلي. عارف بيبقى انا دايما بقول اللي البيزنس الانتاجيه دي لايف بالانسنج. مظبوط. انك توازن ما بين 3 ليفلز، هي بقى بيرسونال ليفل، فاميلي ليفل، ورك ليفل. لازم الثلاثه دول يتحقق معاهم. اللي انا قلتهم انا من شويه اللي هم ال8. مش ما البيرسونال فيه كذا واحده بالظبط. والبيزنس اللي هي فيها ان انا اتطور في الشغل، ان انا اجيب فلوس. والثالث اللي هو ايه؟ هي القصه بقى مش في التطوير ولا القصه دي. القصه اهتم ب3 ليفلز، اهتم بالثلاث مستويات دول. ما تنساش حاجه لان هم حاجات اساسيين. يعني ايه بيرسونال ليفل؟ يعني انا اهتم بنفسي، اهتم يعني قبل ما اهتم بنفسي اهتم بالجزء الروحاني. انا مقصر في قرب ربنا ولا لا؟ صح. احسنه واطور فيه، وكل ما احسن واطور فيه هلاقي فيه بركه في وقتي، واحسن واجري وهكذا. طب ايه اللي هو الورك ليفل؟ ورك ليفل اهتم بشغلي، مش اكبر دماغي. ما حد نبهني على حاجه ما كبرش دماغي، لا يا باشا، في مشكله اشتغل على حلها لغايه لما اتحسن منها. ما كبرش دماغي من الفاميلي ليفل، اللي انا نفسي واقعد بره وعندي اسرتي وعندي عيالي، و3 عيال و4 عيال و5 عيال وطز فيهم. هي المرأة وهي زوجتي او ايا كان ايه، هي تهتم وتعمل كل حاجه. لا، الفاميلي ليفل انا اهتم باسرتي، اهتم بمشاكلهم، اهتم بمشاكل زوجتي قبل مشاكل عيالي، اسمع منهم، اطور فيهم، اطور في فكرهم. ما اوقفش عند حته زوجتي خلاص انا اتجوزتها وخلاص ما لهاش حقوق اللي هي تاخد دوره ولا تاخد كورس ولا تتعلم. طبعا ده هيفرق معانا احنا طبعا الاثنين. باشا، ال3 ليفلز او ال3 مستويات دول مهمين جدا. طيب لو فرضنا ان انا شغال في شركه، انا موظف او انا مدير، وعاوز ازود الانتاجيه. انا كمدير الاول عاوز ازود الانتاجيه للشركه كلها، اعمل ايه؟ ابتدي بنفسي الاول. باين على معلم يعني. بالظبط. ابتدي بنفسي الاول وانجح، ثم اقلب الفكر ده. تعالى يا عمي الحاج اللي انت علمتني انتاجيه، تعالى درب الشركه، وده بفضل الله بيحصل معايا. طيب هل وانت بتدرب الشركه هتبقى عامل فولو اب على موظف ولا قواعد برضو؟ في رولز بتتحط الاول، وبعدين انا باخد الريسك اللي انا بفولو اب على موظف عشان يطلع احسن ما عنده. الله يبارك. مش احسن حاجه اعملها للناس كلها، وفي الاخر لو الناس كلها اشتغلت في ناس هتقع. طيب. فاكر الحته بتاعت ال3 ايام؟ انا بعملها ليه؟ عشان اثبت التغيير ده كاسلوب حياه وهابتس عنده. فهمت. اللي هو على مدار 3 ايام يشتغل على تغيير حياته. طيب سؤال تاني، انا بقى موظف وعاوز ازود الشركه بتاعت الانتاجيه بتاعتها، اعمل ايه؟ انت كموظف شركتي، طب افرض انا خربان في الانتاجيه، هرجع في نفس الكلام برضه. يعني هبتدي بنفسي. لازم ابتدي بنفسي الاول. واقول للشركه ايه؟ هقول للشركه انا الحمد لله اخدت مثلا رحله انتاجيه، او انا بتعلم الستبس من فلان لفلاني، والحمد لله انتاجيتي عاليه جدا. انا حابب ان احنا يعني نكونتاكت معاه ونتواصل بيه، ويدينا اوفر ويجي يدرب الشركه. فهم. لان هو دي حاجه مهمه جدا. وانا لو صاحب الشركه وشفت موظف عندي اتغير وبقى كويس، وهو بيقول لي انا اتغيرت لما عملت ده، اكيد ورحت حريص على ده. ايوه طبعا حريص على ده. وهو القصه مش يعني قصه تغيير طريقه تفكير.
هي الانتاجيه Mindset. مش بالظبط، هي اتس اول اباوت مايند سيت. يعني الانتاجيه قائمه على المايند سيت اصلا. مهم. وقبل لما تكون قائمه على المايند سيت، لو تفتكر انا كنت قلت لك اللي الانتاجيه دي تعرفها القرب من ربنا سبحانه وتعالى ثم تغيير طريقه التفكير. فهي مايند سيت، بس قبل المايند سيت الله اظبط القرب من ربنا سبحانه وتعالى مع اغير من طريقه تفكيري، الله يبارك. اللي انا اتحول من فكر الفيكس مايند سيت لجروس مايند سيت. ودي مش صعبه، بس انا محتاجه بقى حته سايكولوجي بقى، اللي انا اي ديسايدد اللي انا اقرر اللي انا عندي مشكله، واقرر اللي انا اغير من طريقه تفكيري، واختار الشخص الصح اللي ياخد بايدي يلا صح. واطور من الفكر ده واجري. صح. ما اسيبش نفسي كده، لا انا عاجبني حالي، لا عندك مش حق. احسن حاجه. برافو عليك والله. كان في بتاع الياباني اللي انت كنت قلت عليه، فكرني بيه تاني معلش، اللي هو شوهري تقريبا. بالظبط. الشوهري ده كونسبت ياباني بيستخدم في الفنون القتاليه وبيستخدم في المجالات الاخرى. المجالات الاخرى زي ما انا بشرح لك دلوقتي، هي الشو ده اللي هو انا ببقى مع الشخص، احنا في مرحله الانترودكشن بنتعلم ايه هو فكر الانتاجيه وبنشتغل عليه وبنبتدي نطبق بشكل عملي. وبعدين بننتقل لمرحله الها دي اللي هي مرحله الاندرستاندينج، اللي انا خلاص بقى فهمت يعني ايه انترودكشن والاساسيات، ابتدي اشتغل بقى. طب انا لما يبقى عندي في مرحله الاندرستاندينج، انا لما ابقى في مرحله الاندرستاندينج ولوحدي مش هعرف انتج، يبقى لازم وجود كوتش او منتور في مرحلتي. مرحله الايه اللي هي الها دي اللي هي مرحله الاندرستاندينج. ليه وجود كوتش؟ عشان يقول لي عايش، يقول لي الحته دي لا احنا محتاجين نظبط كذا، محتاجين نعمل كذا. فهمت. تمام. فهمت. طب بعد مرحله الها دي مرحله اسمها الري دي يعني ايه؟ اللي هي مرحله اللي هي الماستري. انا خلاص وصلت لمرحله الماستري، بقى عندي وعي وادراك كامل بوقتي، بحياتي، بمشاكلي، بالتايم مانجمنت، بحط لنفسي بيج بيكتشر، بتابع حياتي، عامل لنفسي برودكتيفيتي سيستم اند سو اون. ولكن هو الموضوع كله قائم على اوصل لمرحله الوعي. صح. لان صح. انا عدم وصولي لمرحله الوعي انا لسه واقف زي ما انا. وللاسف هقول على حاجه مهمه جدا، في بعض ناس جمال بيقولوا اي علم ايا كان ايه، هو بيقول العلم بس بيسيبه واقع. بيسيبه فين؟ في مرحله الشو. ايوه انا ما اديتكش التطبيق بالظبط. قلت لك بقول لك ايه، الانتاجيه كذا كذا عاش، اعمل كذا عاش، طبق. ما بعرفش. خلاص انا سبتك وقعت. زي ما في امهات كده ممكن تتفرج على برامج الطبخ خلاص ما بتعرفش تعمل، هي عاوزه حد واقف على ايديها بس في اللقطه دي. هي ده بقى اللي هنعمل عليه سكوت. طب دلوقتي لما انا اديتك مرحله الشو وما اديتكش الها، انا كده سبتك وقعت وغرقان. صح. لكن لما بدي لك مرحله الها عشان اثبت عندك المعلومه، وعشان تطبق حته الاس ار اف ار، تطبق الهابتس وتعرف تريورد يور سيلف. وايه بقى كمان؟ تبارك الله، انا لما بدأ اعمل ورش للانتاجيه، الحمد لله عملت 3 راوندز، دايما بعملها 2 days مش 1 day. ليه؟ انا لو جبتك 1 day انا بضحك عليك. واي عرض او اي اوفر بيجي لي لاي شركه انا بزرع اليومين. ليه؟ انا مش هاجي اقول لك يا علم ويا انتاجيه وهنتصور وهنضحك وهنسقف انا عاوز نظري وعمل. لا يا باشا، العمل اللي انا اقعد اتابعك على مدار 3 ايام عشان اشوف الفول اب بتاعك بعد اسبوع، عشان اشوف فيه جمال. مش اسيبك واقول لك يا انتاجيه واحنا نسقف لبعض. طب خلاص احنا خلصنا الشو ودخلنا مرحله الها. طب تمام، وصلت معايا كوتش. طب الكوتش ما وصلنيش للوعي، انا ضيعتك. فهمت. انا قلت لك النصيحه بس ما قلتلكش تعملها ازاي. ايوه يعني مع العلم بيجي الكوتشز من ضمن الحاجات بتاعت الكوتش اللي هو يقول لك ايه، ما تنصحني يعني ايه، ما تنصحش حد تقول له انت بتعمل ايه مش صح. الكوتش من ضمن الحاجات اللي لا انت ما بتقولوش النصيحه بس بتخليه يطلعها من جواه. بالظبط، ده اللي انا بشتغل بيه اصلا مع الناس. وبخلي الشخص نفسه هو اللي بينصح نفسه، لان انا ببني جوه عقله، واللي هو تغيير المايند سيت، وهو اللي بيقرر مش انا. انا وظيفتي اللي انا بجايدنس لغايه بقى طبعا وصل لمرحله الري اللي هو الماستري، خلاص هو بينطلق بس. شكرا جدا. تسلم. انا خليك. تسلم.
انا مبسوط حبيبي. بالحلقه معاك، شكراً ومبسوط ان والله. انا قابلتك شخصيا. والله شكراً ليك. يعني شرف لي. انا اتمنى ان الكل يكون مبسوط باللقاء بتاع مصطفى شخص جميل، حبيبي. ولما تتعاملوا معاه تحبوه، نسأل. ونستناكم في حلقه تانية ان شاء الله. السلام عليكم.